ازيكم عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده عن ترشيحاتي لاكتر 10 افلام رعب، افلام اندر ريتد او افلام مش واخده حقها خالص وفي نفس الوقت تستحق المشاهده جدا. هي الافلام دي عشان اكون صريح معاكم ما تقدرش تقول عليها يعني من افضل الافلام اللي نزلت في التاريخ، ولكن الافلام دي قويه جدا وتستحق المشاهده جدا. وانا يعني زي ما انتم عارفين مش محتاج ان انا اقول لكم ان انا مش عامل الافلام دي بالترتيب من الافضل للاسوأ او من الاسوأ للافضل، ولكن انا سايبها لكم انتوا كده العشر افلام زي ما هم وانتوا ترتبوهم بقى على حسب ما انتوا حابين. واهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم ما تنسوش الناس اللي مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. واول فيلم حابب اتكلم عليه الفيلم اللي نزل في 2022 يا جماعه، وهو فيلم شوت ان. الفيلم ده تقدر تقول عليه ان نوعه كده زي ما تقول كده رعب نفسي. الفيلم بيتكلم عن اسمها جيسيكا، كانت بتحاول تلم شمل عيلتها وتربي ولادها بعد ما ورثت بيت جدتها. حياتها للأسف كانت ماشية بصعوبة جدا، وفي نفس الوقت كانت بتحاول إن هي تجهز البيت علشان تسيب المكان وتبعد عن كل المشاكل المحيطة بيها وتبدأ حياة جديدة. لكن اللي بيحصل إن فجأة الباب الداخلي للمخزن بيتقفل عليها وهي جوه، وهي مش قادرة تطلع نفسها، وهي زي ما تكون كده محبوسة جوه الغرفة دي، وهي بتحاول بكل الطرق إن هي تهرب وتوصل لولادها الصغيرين اللي موجودين بره. المتاعب بتظهر لما بيظهر ابو اولادها، وهو راجل عنيف ومتعاطي للمخدرات وما كانش جاي لوحده، كان جاي مع صاحبه السيء. وبيكتشفوا ان جيسيكا جوه المخزن. بعد كده الامور بتتحول لخطر حقيقي، ومش بس عليها تهرب لكن كمان لازم تحافظ على حياة بنتها لايني وابنها مايسون من التهديد اللي هيحصل لهم خلال الاحداث. الفيلم ده يا جماعه مليان توتر لابعد الحدود، فعلا بقالي كتير ما شفتش فيلم شدني للدرجه دي، وفعلا بتتصرف بذكاء. تقول كده يعني انت ازاي فعلا اتصرفتي بالطريقه دي وجات لك الفكره ان انت تتصرفي في الطريقه دي في الوقت ده في الموقف ده. يعني اعتقد ان اي حد يتحط في الموقف ده احيانا كده المخ ساعات بيقف، ولكن هي شوف الحلول العمليه اللي هي عملتها علشان تحاول تخرج نفسها وتحاول تنقذ ابنها وبنتها من الخطر اللي موجود حواليهم. Please come on, I'm scared. تاني فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم The Girl in Basement اللي نزل في 2021. وبالمناسبة الفيلم ده مستوحى من أحداث حقيقية بالكامل. الفيلم بيتكلم عن سارة وهي كانت بتحلم بليلة عيد ميلادها ال 18 علشان تخرج من بيتها وتبعد عن أبوها المتسلط اللي دايما بيقيد حريتها. ولكن قبل ما يجي عيد ميلادها أبوها بيقرر إن هو يتصرف تصرف غريب جدا، وهو إن هو يحبسها في البيسمنت أو البدروم اللي تحت الأرض من غير ما أي حد يعرف خالص. وطبعا خلال الأحداث الناس بتفتكر إن هي اختفت من الوجود. جوه البدروم الوضع بيبقى مرعب جدا، الأب بيتحكم في كل حاجة عنها وبيمنعها حتى من الحرية. ده غير إن في عنف جسدي وعنف نفسي وحرمان كامل من الحياة الطبيعية. فوق كل ده مع مرور السنين بتحصل مواقف صعبة جدا عليها. الفيلم بيورينا المعاناة القاسية اللي هي عاشتها. أنا يا جماعة بعد ما خلصت الفيلم ده فعلا ما كنتش مستوعب اللي حصل، يعني قلت لنفسي هل فعلا في بشر من النوع ده؟ فعلا الأحداث دي حصلت في الحقيقة؟ يعني إزاي حد يقنعني إزاي أب يعمل كده في بنته؟ من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم بيرنينج برايت اللي اتعمل في 2011. الفيلم بيتكلم عن بنت اسمها تايلر، وهي بنت بتحاول ان هي تحضر نفسها علشان تروح الجامعة، وكانت عايزة تسيب البيت وتبدأ حياة جديدة. في نفس الوقت عندها اخ صغير وهو اسمه توم. اخوها ده عنده توحد، وكيلي بتحاول توفر له رعاية كويسة وهو في البيت. لما بترجع البيت بتكتشف ان زوج امها قرر ان هو يسحب او يسرق كل الفلوس اللي كانت في حسابهم. ومش بس كده، اشترى نمر كبير من اجل مشروع سفاري بيعمله. كمان هو بيقفل كل الابواب والشبابيك بالخشب علشان بيقول ان في اعصار جاي، لكن بيحصل
اللي محدش كان متوقعه. تاني يوم لما كيلي بتصحى من النوم بتكتشف ان هي واخوها الصغير محبوسين جوه البيت ومش هينفع ان هم يخرجوا، ومفيش اي شبكة علشان الاعصار اللي موجود في نفس الوقت ده. وفي نفس الوقت الخطر الكبير بقى ان زوج امها قرر ان هو يدخل النمر جوه البيت معاهم علشان يقتلهم هما الاثنين. وبتبتدي هنا ليلة صراع مرعب بين كيلي وتوم من جهة وبين النمر الجائع اللي بيطاردهم جوه البيت. طبعا كل محاولة للخروج بتكون خطر كبير جدا عليها. فيا ترى هتتصرف ازاي؟ فكرة الفيلم يا جماعة زي ما انتم شايفين كده فكرة صعبة جدا. فكرة ان في بني ادم محبوس جوه بيت ومعاه اخوه اللي هو يعتبر متوحد لا حول له ولا قوة، وفي نفس الوقت البيت ده محاط بجدران مقفول عليهم مش هينفع ان هم يخرجوا، ومعاهم نمر جوه البيت. حاجة صعبة جدا 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 ومتنفذة كويس جدا جدا جدا. مستني ان انتوا تشوفوا الفيلم ده وتقولوا لي رأيكم فيه يا جماعة. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم قديم شويه اتعمل في 1982 وهو فيلم ذا ثينج. وبالمناسبه يا جماعه الفيلم ده تقدر تقول عليه من افضل افلام الرعب اللي نزلت في التاريخ، ولكن اكتشفت ان في ناس كتيره فعلا مش مدركه نزول الفيلم ده او مش عارفه الفيلم ده لحد وقتنا هذا. الاحداث بتحصل في محطه ابحاث امريكيه في القطب الجنوبي. فجأة بيجي كلب هربان من محطة نرويجية وبعد شوية بيكتشفوا ان الكلب ده مش عادي خالص. الكلب ده بيطلع كائن فضائي مرعب عنده قدرة ان هو يقتل اي حد، ومش بس كده ده بياخد شكله ويقدر ان هو يتصرف زيه بالظبط او يقلد صوته. يعني ببساطة ممكن اي شخص فيهم او اي شخص من اللي موجودين في الفيلم يكون هو الشيء او ذا ثينج من غير ما اي حد يعرف. التوتر بيبدأ هنا لما قائد الفريق بيحاول يعرف مين إنسان فيهم ومين الكائن الفضائي المتخفي. والمشكلة إن هم معزولين تماما في المكان اللي هم موجودين فيه، مفيش حد يقدر يجيلهم ومفيش حد منهم يقدر يهرب. فيا ترى هيتصرفوا إزاي؟ I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent. من الأفلام اللي حابب أتكلم عليها وكنت ذكرته قبل كده بالمناسبة من افضل افلام 2024 وهو فيلم بلينك توايس. الفيلم ده بالمناسبه بيحكي اجواء مشابهه او نفس اللي حصل بالظبط للناس اللي متابعه يعني جزيره ابستين. يعني الاحداث اللي حصلت في الجزيره دي اللي بيقال ان هي حصلت عليها نفس الاحداث اللي حصلت في الفيلم ده. وده بالرغم ان الفيلم نزل في 2024 قبل ما الاحداث تتعرف السنه دي في اليومين دول يعتبر. يعني القصة عن بنت اسمها فريدا بتتعرف بالصدفة على ملياردير مشهور اسمه سلاتر كينج. سلاتر طبعا بيعزمها هي وصاحبتها لجزيرته الخاصة. في الأول الموضوع بيبان إن هو جنة، سهرات وشرب وناس مشهورة وحياة مليانة رفاهية. لكن بمرور الأحداث فريدا بتكتشف إن في أحداث غريبة جدا بتحصل لها وبتحصل لكل الناس اللي معاها، زي إن الناس بتنسى أحداث حصلت قبلها بشوية، غير ان موبايلاتهم كلها بتختفي، غير ان في احساس ان في حاجة مش طبيعية بتحصل جوه الجزيرة دي. مع الوقت بتكتشف ان في اسرار خطيرة بتبدأ تبان واحدة ورا التانية، وان الجزيرة دي اتحولت من جنة لجحيم، وان كل البنات اللي بيروحوا الجزيرة دي بيتعرضوا لحاجة ابشع من مجرد حفلة. We need to find out what's really going on. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها او من اكتر الافلام اللي انا شخصيا بحبها جدا وهو فيلم هاوس اوف واكس اللي اتعمل في 2005. الفيلم بيتكلم عن مجموعة صحاب رايحين يحضروا سباق عربيات، وفي الطريق العربية بتتعطل منهم جنب مدينة مهجورة اسمها أمبروز. بيحاولوا ان هم يدخلوا المدينة ويدوروا على اي حد يساعدهم، لكن بيكتشفوا ان المدينة دي شبه فاضية. المكان الوحيد اللي حسوا ان فيه حركة هو بيت شمع او بيت معمول من الشمع او متحف شمع. بيدخلوا البيت وبيكتشفوا ان فيه تماثيل شمع مليانة في كل حتة. في الاول بيفتكروا ان هي مجرد تماثيل عادية، لكن الصدمة ان التماثيل دي مش مجرد شمع، دول بني ادمين مقتولين ومتجمدين من الشمع. بيكتشفوا ان في توأم مختلين عايشين في المدينة بيقتلوا الناس وبيغلفوا جثثهم بطبقة شمع علشان يحولوهم لتماثيل حقيقية. فيا ترى هيتصرفوا كلهم ازاي؟
من الافلام برضو اللي حابب اتكلم عليها، وبصراحه انا مش متذكر ان انا ذكرت الفيلم ده ولا لا، لاني طبعا زي ما انتم عارفين انا عامل سلاسل كتيره جدا لافلام الرعب، فمش فاكر بصراحه اذا كنت ذكرت الفيلم ده ولا لا. ولكن من باب التذكير، هو فيلم Behind You اللي اتعمل في 2020. القصه عن اختين صغيرين اوليفيا وكلير بيروحوا يعيشوا مع خالتهم بعد ما امهم تموت. البنات دول بيكتشفوا ان في مرايه غريبه الى حد ما متغطيه جوه البيت ده. المرايه دي داخل اوضه مقفوله ما حدش بيقدر ان هو يدخلها. وفي نفس الوقت خالتهم بتتصرف بطريقه غريبه جدا، بتقول لهم دايما طول الوقت كده محدش يبص وراه. بمرور الاحداث بنكتشف ان في كيان شيطاني غريب جدا عايش جوه البيت، وبيظهر بس لما اي حد يبص وراه. طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم ان الكيان ده بيدخل حياتهم وبيحول حياتهم كلها لجحيم. Mirror, mirror, open wide. Let the spirit come inside. Mirror, mirror. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم ويشابن اللي اتعمل في 2017. القصه عن بنت مراهقه اسمها كلير، حياتها مش احسن حاجه، امها انتحرت وهي صغيره، وابوها بيجمع خرده وبيحرجها قدام صحابها، وكمان بتتعرض لتنمر قاسي جدا في المدرسه. في يوم من الايام ابوها بيلاقي صندوق غريب جدا، صندوق صيني قديم كده، وبيقرر ان هو يديهولها هديه. بمرور الاحداث كلير بتكتشف ان الصندوق ده يقدر ان هو يحقق لها 7 امنيات. في الاول بتطلب حاجات بسيطه زي فلوس، زي شعبيه في المدرسه، زي اختفاء ناس مضايقاها، وفعلا كل حاجه بتحصل. لكن في المقابل كل امنيه بتتحقق لازم شخص في المقابل بيتقتل بطريقه بشعه جدا. الفيلم بيلعب على فكرة الطمع، وانك عايز تغير قدرك بسرعة، وان القوة السهلة دايما وراها لعنة شديدة. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم براي اللي اتعمل في 2022. القصة بتحصل سنة 1719 وسط قبيلة من السكان الأصليين في أمريكا. الفيلم بيتكلم عن بنت شجاعة اسمها نارو. بمرور الأحداث نارو بتكتشف وجود كائن فضائي مفترس بيقرر إن هو ينزل الأرض ويقتل البشر. نارو بتكتشف إن في حاجة مش طبيعية بتقتل كل حاجة حواليها، ومع الوقت تفهم إن ده مش إنسان، ده صياد متطور بأسلحة تكنولوجية متقدمة جدا بيقرر يقتل البشر كلهم. من الحاجات اللي عجبتني جدا في الفيلم ده هو تطور شخصية نارو من بنت ضعيفة وبنت هادية وغلبانة جدا إلى شخصية محاربة بتقرر إن هي تحارب الكائن الفضائي ده بنفسها بشتى الطرق. Whatever did this, I can kill it. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم سيك اللي اتعمل في 2022. الاحداث بتحصل في اول ايام وباء كورونا سنة 2020. البطلة باركر وصاحبتها بيقرروا يهربوا من الزحمة، وبيروحوا يقعدوا في بيت على بحيرة بعيد عن الناس علشان يعزلوا نفسهم. في البداية الدنيا بسيطة وهادية وطبيعية جدا، ولكن بمرور الوقت بتكتشف وجود شخص ملثم او قاتل متسلسل جاي يتخلص منها ويقتلها. طبعا بتحاول ان هي تهرب او تحاول ان هي تنجو بنفسها، ولكن الدنيا بتبقى صعبة جدا عليها، وخصوصا ان مفيش اي حد حواليها يساعدها. فيلم زي ما تقول كده هو فكرته بسيطة جدا عن قاتل متسلسل واتكررت كتير جدا، ولكن متنفذة صح. وانا شخصيا زي ما انا قلت لكم قبل كده ما عنديش اي مشكله من تكرار نفس الفكره، ولكن مع اختلاف التنفيذ، او مع ان التنفيذ يكون كويس، والتنفيذ هنا كان كويس جدا يا جماعه. وبس كده دي تكون حلقتنا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الافلام دي، هل عجبتكم ولا لا، طبعا بعد ما تشوفوها. وطبعا للناس اللي بتحب برضو افلام الرعب هسيب لكم في ديسكريبشن تحت افضل 16 فيلم رعب نزلوا في تاريخ السينما من وجهة نظري الشخصي. وطبعا لازم تشوفوا الفيديو ده يا جماعه بعد ما تخلصوا الفيديو ده فورا. وللناس اللي مش مشتركين في القناه برضو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي في قناه فيلم على الرايق. السلام عليكم.